بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في ثاني الحلقات من مع هشام، حكاية من قلب كل محامي. النهاردة حكايتنا مع الأستاذ رضا سيد الهواري، محامي خبير في القضاء الإداري وأخ زميل فاضل وعزيز. أهلا وسهلا بحضرتك يا اهلا أستاذ رضا. بحضرتك يا هشام، نورتنا اهو. تكون حلقه مميزه. طبعا القضاء الاداري دي ميزه انه يعني القانون الاداري قانون غير مقنن حتى الان، يعني غير الكود المدني والجنائي ماده واحد بتقول كذا ماده، لا القضاء المواد الاداري الثابتة حتى يعني. الان غير مقنن. حتى قانون الايجارات، يعني مثلا في الايجارات الجنائيه في قانون الايجارات الجنائيه غير قانون العقوبه، قانون المرافعات بينظم. في القضاء مجلس الدوله في قانون مجلس الدوله بينظم امور معينه، لكن في المفروض كان في القضاء الاداري الايجارات ما صدرش حتى الان، فبيرجع في حاله عدم وجود نص بنرجع لقانون المرافعات. لكن القضاء الاداري برضه في حته شكليه شويه لازم نخلي بالنا منها، سواء محامي زميل مبتدئ اي موظف النهارده خاضع لقانون الخدمه المدنيه او موظف في الدوله صدر ليه قرار انهاء خدمه، يلجا لمحامي معروف عشان خلال 60 يوم يكون خد لك الاجراءات عشان تحفظ حقك في العوده للعمل، او اذا كان هياخد اجراءات القانونيه. يعني هي النصيحة ان انا لو اخدت القرار خلال 60 يوم لازم اكون عنده محامي، ما استناش كمان ال 60 يوم، يعني من ثاني يوم ثالث يوم الجا لمحامي متخصص في القضاء الاداري